السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الرواني. أنا بعمل كيكة الرواني، أنا مانيش عارفة أنا صح ولا غلط. يا ريت أهالينا في الصعيد اللي يدلوني بقى. ديت بطريقة الصعيد بس مش قوي، يا شوية اسكندراني. معانا طبعا 3 كوبايات دقيق، حطيت كوباية إلا ربع دقيق سميد أو السومولينا زي ما بنقول، وعليه بيكنج باودر، وسبتهم على جنب كده. معي ايه في الخلاط؟ لا إله إلا أنت سبحانك. كوباية زيت، والسكر ده على حسب ما انت عاوزة كوباية او 2. ده شوية فروتي كده. معرفش ان انا حطيت المقادير التانية من غير ما اقول لكم. كوباية مية على الفروتي دي كوباية زيت. أنا حطيت او اللبن، لو عندك لبن حط لبن. كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر. بتضربيهم في الخلاط مع البيض. 3 بيضات. بنضرب البيض بمعلقة خل لوحده الأول بره، وبعد كده بنحطهم مع كل الخليط في الخلاط، وبنضربه بالطريقة ديت ونفضي عليه الدقيق. لو احتاج منك شويه دقيق تاني ممكن يحتاج تاني شويه، لان في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق يا جماعه ما بيشربش. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلوا عليه. ومعانا صاج مدهون زيت ومتبدر بالدقيق، وبنفضي فيه الخليط وفي الفرن ونحطه على الشبكه في الرف الاوسط. طبعا نسخن الفرن تمام الاول زي ما احنا متعودين. لازم الفرن يسخن كويس. ودي النتيجه زي ما انتم شايفينها اهو. طلعناها من الفرن بنقطعها، وهنبدأ نسقيها ايه بقى؟ هنسقيها شربات. انا طبعا انا عارفه ان الرواني بنحط كمان معاها جوز الهند، بس انا ما كانش عندي، فانا مش هوقف الوصفه يعني عشان حاجه. بصي، بتقطعيها بالشكل اللي انت عاوزاه بالطريقه اللي انت حباها. ده الشربات اللي احنا بنحطه او السيرب اللي بنحطه على على الكنافه وعلى كل الجلاش والحلويات. بنسقيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بتبقاش طريه يا جماعه، والله طلعت تحفه. تحفه تحفه. انا اول مره اعملها، انا شفتها على القناه بصراحه يعني. طلعت جميله، وابني حبها قوي قوي وعاوز منها على طول بقى. عملتها كم مرة بعد المرة دي. وبألف هنا وشوفوا فيديو تاني.